هذه اللي انا فيها دابا هي بوابة إلى عالم الآلهة باعتقاد حضارة المايا اللي كانوا بجنوب المكسيك، وفي هاد البلاصه اللي كنعوم فيها تحت مني كاينين جوج ديال الناس. فإلا كنت انت كتشوفها غير حفرة مائية فقط، فرا المايا كانت كتبان لهم مكان مقدس اللي يقدروا يهضروا فيه مع الاله ديالهم المطر. هاد الحفره ما نعاودش لكم شنو هازه. حيت المايا كانوا كيلوحوا هنا الذهب والقرابين باش يطلبوا الماء ويكون المحصول ديال الفلاحة جيد، ماشي غير الماديات اللي كانوا كيتلاحوا هنا وصافي، وإنما حتى البشر، حيت لقاو أكثر من 200 شخص مليوح هنا، منهم حتى نساء وأطفال. أما العظام ديال الناس فرلقاوهم العلماء بزاف. وفي بدايه القرن الماضي قام القنصل الامريكي ادوارد ايربرت تومسون باستخراج الاف القطع الاثريه من القاع، وتنقل جزء كبير منها خارج المكسيك، الامر اللي جبد جدل كبير ديك الساعه. فاش نعرفوا دابا شكون هما الناس اللي كانوا هنايا المسمون بحضاره المايا. فقبل وصول الاوروبيين الى امريكا اللاتينيه كانوا المايا في جنوب المكسيك الحاليه وغواتيمالا الهندوراس والسلفادور، وكانوا بين عامي 250 و 900 ميلاديه. كانوا متقدمين بزاف في علم الفلك واستطاعوا حساب السنه الشمسيه بدقه مذهله، وتوقعوا حتى الكسوف وحركه الكواكب بدون استخدام تلسكوبات. برعوا في الرياضيات وكانوا من اوائل الحضارات اللي استخدمت مفهوم الصفر في الحساب. فما نطولش عليكم بزاف وقولوا لي كي جاتكم هاد البلاصه اللي وريتكم اليوم، واش بان لكم في حضاره المايا، وما تنساوش تابوناو باش تشوفوا معايا بزاف ديال البلايص اخرين.